في البداية استمع السيد الفريق لعرض قائد الناحية العسكرية الثالثة اللواء سعيد شقنريحة الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، وهو التمرين الذي يهدف إلى تدريب الأفراد والوحدات على أعمال قتالية قريبة من الواقع، فضلا عن اختبار الجاهزية القتالية للوحدات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام المسندة إليها بالدقة المطلوبة. وبميدان الرمي تابع السيد الفريق الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية ملحوظة في جميع المحطات وبمستوى تكتيكي وعملياتي دقيق يعكس جدية الجانب التخطيطي والتنظيمي، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة. وفي نهاية المرحلة الأولى من التمرين التقى الفريق أحمد قايد صالح بأفراد الوحدات المشاركة، مهنئا إياهم على الجهود الكبرى التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي، وخصوصا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين الذي كلل بالنجاح. إن تثبيت عراه مقومات القدرة لدى قوى المعركة للجيش الوطني الشعبي وتوطين عوامل قوته وتوفير شروط الوفاء بالمهام الموكلة إليه يدفعني اليوم ككل مرة إلى حضور هذا التمرين الذي يكلل جهد التحضير القتالي المندرج في سياق الأهداف المراد تجسيدها عبر التطبيق الصائب والدقيق لتوجيهات تحضير القوات لسنة 2015-2016 التي نريد في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني ترسيخ مضامينها النظرية في أذهان الأفراد وتمكينهم بالتالي من تحويلها إلى أعمال ميدانية ملموسة النتائج تضاف إلى الخبرات الماضية، فبهذه الكيفية تكتسب التجارب وتتراكم، وعلى هذا النحو يحصل تطور ويتحسن المستوى. إن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى يضيف السيد الفريق يستلزمان إيلاء أهمية قصوى سنة بعد أخرى لتحضير التمارين الاختبارية المختلفة في المستويات والخطط، وأن التحضير الفعلي يبدأ مع مطلع كل سنة ويثمر في آخرها، وتتمثل ثمار أي تمرين اختباري في القدرة على وضع الخطط التكتيكية والعملياتية الصائبة والقدرة على التطبيق الفردي والجماعي لهذه الخطط، وكذا النجاح في التحقيق الأوفى للأهداف المرسومة لكل تمرين، يؤكد السيد الفريق.